السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول دولة عربية تعلن تشغيل تقنية الفار في أقسام امتحانات البكالوريا، لكن قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. قال وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي أنه سيتم تشغيل تقنية الفار داخل أقسام امتحانات البكالوريا على مستوى الجمهورية من خلال لجان متخصصة وبشكل لحظي يوميا. وأوضح الوزير أنه سيتم اتخاذ العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب قبل وبعد دخولهم للأقسام، مؤكدا أن حيازة الهاتف وهو مغلق جريمة تستوجب رسوب الطالب سنة كاملة. وأضاف أنه ستتم مراجعة كل الأسئلة قبل الطباعة، وسيتم البعد عن أي أسئلة سياسية أو دينية أو حزبية، على أن يكون لكل سؤال إجابة واحدة فقط لا تحتمل التأويل. وأوضح أن الوزارة سيكون لديها مراكز تصحيح من خلاله، وسيكون مع كل معلم جهاز تابلت للتصحيح من خلاله، مشيرا إلى أنه سيتم تصحيح نسبة من الامتحانات بشكل ورقي لتدقيق التصحيح الإلكتروني. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.